النهارده هنتكلم عن فرق مهم بين مهنتين مهمين في التسويق الالكتروني، وهما الكوبي رايتر والكونتنت كريتور. الكوبي رايتر هو الشخص اللي بيبيع كلام بغرض تسويق منتج او خدمه. مهنه الكوبي رايتر من اقدم المهن في مجال التسويق على مستوى العالم، بدايه من الاعلانات في الشارع ولحد الراديو والتلفزيون. كان دايما في ضروره لتوجيه رساله تسويقيه تكون قصيره وواضحه بتستهدف فئه معينه من المستهلكين، والفعل ده عاده بيكون هدفه البيع. اما الكونتنت كريتور هو الشخص المسؤول عن انتاج محتوى قيم بيخاطب الجمهور بهدف جذبه بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق مقالات، سكريبت، فيديو او سوشيال ميديا بوست. طب ايه بقى الفرق بين الكوبي رايتر والكونتنت كريتور؟ اساس شغل الكونتنت كريتور هو البحث وانشاء محتوى عالي الجوده لاغراض كتير بخلاف البيع. الكوبي رايتر بيكون تركيزه اكبر على الاعلان المباشر والمحتوى القصير، وبيكون فيه كول تو اكشن واضح وصريح عشان يشجع الجمهور على الشراء. في النهايه كل مهنه من المهنتين ليها دور مهم جدا في مجال التسويق، والنجاح بيعتمد على تكامل الشغل بين الكوبي رايتر والكونتنت كريتور. انا ابو بكر، والريل دي تحت هاشتاج فهمني.